بيبدأ مسلسلنا مع ماتي، شاب في العشرينات، وكل اللي بيميزه انه وسيم حبتين لدرجة انهم بيقولوا عليه احلى شاب في كوريا كلها، وبسبب شكله بتبقى كل البنات بتحبه. فماتي طبعا بيستغل ده عشان يطلع فلوس، يعني وظيفته في الحياة هي الارتباط بالبنات، يخلص من واحدة ويرتبط بالتانية. تقولوش اسمه احمد، ولازم كلهم طبعا يبقوا اغنياء، والمرة دي بيبقى الدور على واحدة اسمها جيك، ست غنية ومديرة شركة واقعة في حبه طبعا، وعندها استعداد تقدم له اي فلوس هو عاوزها عشان بس يحبها. على الجانب التاني برضه بنشوف بنت جميلة اسمها أبو، وعندها 26 سنة ولسه عايشة مع مامتها واخواتها الولاد، وهي كمان طبعا تعرف ماتي وبتحبه جدا، وأمنية حياتها بس يحبها ويتجوزها. بس دايما مامتها بترجعها من عالم الأحلام للواقع، وبتفكرها إنها كبرت فلازم تنسى حبها اللي عايش في خيالها ده وتتجوز بقى. وهنا بقى بنرجع 10 سنين لورا لما كانت أبو عندها 16 سنة بس ولسه في المدرسة. وفي يوم وهي في الباص رايحة لمدرستها بتشوف شاب وسيم جدا وبتقع في حبه من اول نظره، وبتفضل متنحه له طول الطريق. وطبعا الشاب ده بيبقى هو نفسه ماتي، واللي ابو بتتفاجئ بيه بالليل لما بتروح على بيتها انه موجود هو ومامته عندهم في البيت، لانهم طلعوا ناقلين جديد جنبهم وعاوزين يتعرفوا عليهم كمان. لكن ماتي من يومه وهو شاب تقيل وبارد وشايف نفسه حبتين، فبيبقى قاعد متنك قوي كده ومش عاجبه الاكل لانه نباتي المفروض. فابو وقتها بتعرض عليه تغير له الاكل كله، بس ماتي بيقول لها انه هياكل مجامله يعني، وما شاء الله وقتها بيخلص طبق اللحمة كله لوحده. وتاني يوم في المدرسة ماتي بيروح لنفس مدرسة أبو، وطبعا كل بنات فصله بيبقوا منبهرين بيه وبشكله ده، حتى المدرسة بتبقى متنحة له هي كمان، وأبو الغلبانة بتبقى بتراقبه من شباك الفصل من بره. وبعدها بقى بنرجع للحاضر وبنعرف إن ماتي ما بقاش عايش مع مامته عشان نظام حياته الجديد، ومامته لسه عايشة جنب بيت عيلة أبو، وأبو على طول بتهتم بيها وبتعمل لها أي حاجة محتاجاها، حماتها بقى وكده. لكن مامة ماتي بيبقى باين عليها فعلا انها تعبانه جدا، فبتطلب من ابو انه لو حصل لها اي حاجه تاخد بالها من ماتي عشان ما يبقاش لوحده. ويا عيني بيكون قلبها حاسس لان فجاه بتتعب جدا وبتروح على المستشفى، وبيبقى معاها ابو ومامتها طبعا اللي بيتصلوا بماتي وبيعرفوا. فماتي وقتها بيروح جري على المستشفى لمامته وهو خايف عليها بجد، وبيكون معاه بنت اسمها يورا كانت على طول بتلحقه من سنين، وهو مش عارف هي عايزه منه ايه اصلا. ولما شافته وهو رايح للمستشفى عرضت توصله، وساعتها يورا استغلت ان ماتي خرج شوية من أوضة مامته فبتقعد تتكلم معاها، وبيبقى واضح إنها تعرفها أصلا لأنها بتقول لها إنها عارفة اللي عملته وعارفة هو مين أبو ماتي اللي مخبياه عنه. فالست أول ما بتسمع الكلام ده من الصدمة قلبها بيقف وبتموت، وطبعا ماتي بعدها بينهار من الزعل عليها. وبعد ما بيخلصوا العزا بتاعها بيتفاجئ بيورا وهي بتقوله إنها عارفة كويس مين أبوه وهتساعده كمان يوصل للمكانة اللي يستحقها. ففي الأول بيبقى ماتي مش فاهم أي حاجة خالص لحد ما يورا بتعرفه بنفسها وبتقوله إنها كانت متجوزة ابن رجل أعمال كبير جدا اسمه بارك، وبارك ده يبقى أبوه، يعني هو يبقى الابن الغير شرعي لبارك ده. وعنده أخ اسمه مون، وده اللي كانت متجوزاه يورا، بس انفصلوا بعد ما خلفت منه بنت وأمنت نفسها بشوية فلوس. ومامة مون بقى بتبقى ست قوية جدا اسمها هونج، وهي اللي بتدير كل حاجة، وبسببها الشركة ماشية لأن مون شخصيته ضعيفة شوية وكمان صحته ما بقتش زي الأول. فهونج تعتبر الكل في الكل وكلمتها هي اللي بتمشي، ومن زمان وهي عارفة بكل خيانة جوزها وعلاقاته دي، بس كانت ساكتة عنها وبتسكت عشيقات جوزها يا إما بالفلوس أو بالتهديد. وطبعا مامة ماتي خدت نصيبها من هونج تهديد، وعشان كده كانت خايفة ورافضة جدا تقول لماتي مين هو أبوه. وماتي بعد ما بيعرف كل ده بيروح عشان يقابل بارك أبوه، بس هونج بقى اللي بتقابله وبتقوله إن حالة بارك ما تسمحش لحد يقابله. ولما ماتي بيقول لها على حقيقته وإنه ابن بارك، طبعا هونج بتهينه وبتكدبه وبتقوله يجيب لها دليل وبعدين يجي يتكلم معاها، وبعدها بتطرده. فماتي بيرجع ليورا واللي بتقوله ان دي طبيعة هونج وانهم لازم ينتقموا منها ويهزموها عشان ياخدوا حقهم، وبتقوله انه في اول الطريق عشان يعمل كده هو مخزن لازم يستغل الموجود فيه، وبتديله مفتاحه وبتقوله على المكان عشان يروح على هناك. فماتي بيكلم ابو الاول وبيقول لها انه هيعدي عليها وياخدها بالعربية، فابو بتبقى طايرة من الفرحة وعمالة تفكر يا ترى عاوزها ليه وكمان هيخرجها فين، ما هي عندها امل بقى يكون ديت مثلا. بس ماتي بينزل سقف طموحاتها الارض وبيقول لها انه هيشغلها عنده والمقابل هيخليها تشوف وشه كل يوم يا راجل، وفعلا بيبقى ناوي ما يديهاش فلوس. وابو الغبية بتكون شايفة انه كارمها كده لانه هيخليها تشوف وشه كل يوم لانه يعتبر اغلى من الفلوس عندها. فماتي بيحمد ربنا انها عبيطة كده وبياخدها عشان يفتح المخزن، واللي بيكتشف انه عبارة عن كراتين مليانة شرابات. فماتي بيروح ليورا وبيقول لها هو ايه الهزار العبيط اللي عملته معاه ده، ازاي يعني هيهزم هونج بشوية الشرابات دول، ده لو قعد سنين يبيعها مش هتجيب له كام الف على بعض. بس الغريب
ان يورا بتقوله انه ده هيعلمه ازاي يهزم كونج وكل الستات اللي هيقابلهم في طريقه، وبتلمح له انه لازم يستغل جيك. فماتي بيروح وبيتمسكن على جيك من تحت لتحت عشان يطلب مساعدتها في بيع الشرابات، وفي المقابل ده بتكون بول غلبانه خدت شويه منهم وبتبيعهم عشان خاطر ماتي، والشرطه يعني بتاخدها لانها ما ينفعش تبيع في الشارع كده. فبيروح ماتي عشان يخرجها بنفسه، ولان الضابط بتكون ست فبتطلعها عشان خاطره. فماتي وقتها بياخد ابو على بيته وبيسمح لها تنام فيه. فتاني يوم العبيطه بتصحى وهي منبهره لانها اخدت الشرف انها تقعد في بيت ماتي. فبتقوم وبتاخد جوله في البيت كله وهي منبهره بكل حاجه كانها في متحف. بعدها بتخرج ابو من البيت عشان تكمل بيع في الشارع، وساعتها بتتعرف على شاب اسمه تشوي واللي بيعجب بيها من اول ما بيشوفها وبيساعدها في شغلها، وكمان بياخدها وبياكلوا سوا. وساعتها بيعرف ان في قلبها شخص تاني، وبيجي ماتي عشان ياخدها ويكملوا بيع الشرابات، وبيطلب منها تروح على محل تعرض عليه الشرابات بتاعتهم وتشوف هياخد فيها كام. بس ابو بتطلع في نص الشارع وبتنده عليه بأعلى صوتها عشان تقوله على السعر اللي عرضوه. فماتي بيتحرج جدا وبيسيبها لوحدها وبيمشي. وبرغم ده ابو بتجمع كل الفلوس اللي حوشتها قبل كده عشان تديها لماتي يأجر بيها محل يبيع فيه لانه مش معاه فلوس ابدا. فماتي بيتأثر جدا بتصرفها ده وبيوعدها يرد لها الفلوس في اسرع وقت. بس اصلا الشخص اللي ماتي بيدفع له الفلوس بيطلع نصاب، وبيجي اصحاب المحل الحقيقيين وبيطردوا ابو وبيرموا كل حاجتهم. وكمان ابو بتتعور وقتها من غير ما تحس، بس يعني بيكون كل همها انها فشلت في مساعدة ماتي. وماتي لما بيشوفها بتصعب عليه قوي وبتشوفه هو شيك جدا وبتقرر تعرض عليه الجواز، فما يبقاش في داعي يبيع شرابات بعد كده لانه مش هيحتاج فلوس يعني. فبيقابل ابو بعدها وبيقول لها انه هيتجوز وما بقاش محتاجها في شغل خلاص، وكمان بيشكرها على وقوفها جنبه وبيرجع لها فلوسها. فابو يا عيني بتتصدم لما بتعرف انه هيتجوز وبتزعل قوي وبتقعد تعيط لما بتروح على البيت. بعدين الجوازه بتتكنسل لان جيك بتبقى من الناس الغبيه اللي بتصدق كلام العرافين، وعندها عرافه بتصق في كلامها جدا وبتقول لها انها لو اتجوزت دلوقتي فلوسها كلها هتضيع وتفلس، ولو كانت في حاجه جيك بتحبها اكتر من نفسها ومن ماتي فهي طبعا اكيد الفلوس. فجيك بتبقى عاوزه تبلغ ماتي بقرارها ده، بس وهم في الطريق بيعملوا حادثه وجيك بتحمي ماتي بجسمها فبتتصاب هي وبتدخل المستشفى. وساعتها بتعرف ماتي انها اتراجعت عن قرار الجواز لانها مستعده تضحي بنفسها عشانه بس مش بالفلوس. فماتي بيتصل بيورا وبيسالها هيعمل ايه بعد كده، فيورا بتقوله انه طالما جيك خرجت من حياته لازم يركز على واحده تانية وهي العرافه بتاعت جيك. ويورا بتقول لماتي ان هي بتعرف تقرا عقول الناس فبتبقى عايزه يتعلم منها ازاي يعمل كده، وبتكون جنب يورا وهي بتكلم ماتي وعارفه كل الحوار، وبتبقى فاهمه ان يورا بتخطط لحاجه كبيره فبتحذرها ان هي هتخسر بنتها لما تتم 12 سنه بسبب استغلالها للناس. فيورا بتتعصب من كلامها جدا لكنها ما بتصدقهاش لانها مش مصدقه ان في عرافه بجد. وماتي بعدها بيتصل بابوه وبيعرفها انهم هيرجعوا لبيع الشرابات من تاني، وابو العبيطه بتفرح قوي وبتاخد ماتي عشان تعرفه على انه مدير تسويق وهيساعدهم يبيعوا الشرابات. بس لما تشوي وماتي بيتعرفوا على بعض محدش فيهم بيضايق التاني لان تشوي بيبقى شايف ان ماتي شخص اناني جدا وبيستغل ابوه، وماتي بيبقى متضايق من علاقه ابو بتشوي ومش حابب تشوي خالص فما بيقتنعش بكلامه عن الشغل وبيسيبهم وبيمشي. وبيروح بعدها يقابل فيه واللي بتقع هي كمان تحت تأثير سحر جماله، بس بتعمل نفسها تقيلة وبترفض تساعده وتعلمه ازاي ممكن يقرا عقول الناس، وكمان بالذوق كده بتطرده. بس ماتي ما بيستسلمش وبيستناها تحت المطر لحد ما بتخلص شغلها، بس في ما بتهتمش برضه. وماتي وقتها بيرجع لبيته تعبان جدا وما بيلاقيش حد يهتم بيه غير ابو طبعا، واللي بتروح له جري اول ما بتعرف انه تعبان. بعد ما قضت يومها كله بتحاول تبيع له الشرابات وهو ولا هنا، وابو بتفضل جنب ماتي وبتهتم بيه لحد ما بينام وبيكون هتتاخر وميعاد اخر باص فاتها طبعا، فبتضطر تبات في مركز الساونا. ومش بس كده ده كمان هدومها ومحفظتها بيتسرقوا، وتشوي هو اللي بيساعدها وقتها وبيروح لها. اما ماتي فما بيفكرش حتى يتصل بيها لما بيصحى وبيروح لفيها على طول عشان يحاول يلفت نظرها، فبياخدها غصب عنها تخرج معاه وبيقول لها انها لازم تخف من على نفسها ضغط الشغل. وكمان لما بيعرف ان اهلها عندهم مشكله بيروح معاها وبيساعدها وبيقعدوا سوا، وده بيخلي فيه تعجب بيه اكتر. ولما بيرجع على بيته ماتي بيتفاجئ ان يورا بتزوره وهي بتعيط قوي لان هونج عاوزه تسفر سول بنتها تدرس بره في امريكا. ويورا اول ما بتشوف ماتي بتحضنه، وابو ساعتها بتكون راحت هي كمان على بيته عشان تطمن عليه، فبتشوفهم وقتها سوا وبتزعل قوي وبتروح بيتها وبتقعد تشرب كتير وهي غيرانه جدا وكمان مش طايقه نفسها. وبرغم ده بتصحى تاني يوم وكالعاده بتحاول تلاقي طريقه عشان تبيع لماتي، وبمساعده تشوي المره دي اللي بيعمل كل ده عشان خاطرها هي. كل ده وماتي بيكون مع فيه اللي بتكون وافقت تعلمه ازاي يفهم ويقرا عقول الناس،
ولأنه معفي بيبقى بيتجاهل مكالمات أبوه، واللي بتجيب آخرها بقى لما بتعرف إنه سايبها متمرمطة كده في الشغل وقاعد يتسلى مع واحدة تانية، فبتروح تبوظ عليه قعدته مع فيه وبتشتكيله من الشغل. فماتي عشان يخلص منها بيجيب لها شانج صاحبه عشان يساعدها هي وتشوي في شغلهم، وبيسيبهم عشان يرجع لفيه، واللي بتساعده عشان يحقق هدفه ويبيع الشرابات. وبتدله على واحدة ست غنية كده تانية اسمها جونج، عندها سلسلة محلات كبيرة وهتعرف تعرض لهم الشرابات عشان تتباع أسرع، وبتتصل بيها بنفسها عشان تقول لها إنها شافت في الطالع بتاعها إنها لازم تدخل الشرابات ضمن المنتجات اللي بتبيعها. فجونج بتوافق على طول أول ما بتلاقي أبو رايحة لها، وده بطلب من ماتي عشان تعرض عليها الشرابات، وبيعملوا إعلان في التلفزيون سوا عشان يعرضوها. وفي دقايق فعلا الشرابات بتتباع وبيحققوا مكاسب كبيرة جدا، ومن فرحة أبو يا عيني بتعيط. ولما ماتي بيشوفها كده بتصعب عليه، فبيقول لها إنه هيكافئها ويخليها تتصور معاه 10 صور بحالهم. فطبعا أبو بتطير من الفرحة وبتروح تحتفل مع تشوي. فماتي وقتها بيشوفهم وساعتها بيغير على أبو وبياخدها من تشوي عشان يتصوروا. وبعد النجاح اللي بيكونوا حققوه من بيع الشرابات، بيقرر ماتي يفتح شركة للشرابات، وبيتفقوا عشان يبدأوا التجهيزات بتاعتها ويشوفوا أصلا محتاجين إيه، وبيروحوا بعدها يحتفلوا كلهم بالنجاح ده وبيعملوا حفلة شوي. لكن أبو هي اللي بتعمل الأكل وإيديها بتتحرق، وماتي بيكبر الموضوع جدا وبيقوم شايلها على كتفه واخدها على طول على المستشفى، وبيقول لها إن الحرق كان ممكن يسبب لها علامة في إيديها وكده مش هيبقى شكلها حلو لما تيجي تتجوز وتلبس خاتم جوازها. فساعتها أبو بتسرح بخيالها كده لفرحها هي وماتي، وهو راكع قصادها وبيلبسها. وتاني يوم بيحاول ماتي يقابل جونج دي عشان يتكلم معاها ويتفق إنهم يكبروا الشغل سوا، لكن جونج ما بتديلوش فرصة لأنها على طول مشغولة، وبيبقوا عمالين يدوروا على ناس تانية يساعدوهم في الشغل. بعدها ماتي بيقابل هونج واللي بتعرض عليه فجأة يشتغلوا سوا، والغريب إن ماتي بيوافق عادي وبيقبل عرضها. ولما بييجوا يعملوا إعلان تاني للمنتجات بتاعتهم بيلاقوا إن حصل تغيير في السعر وبقوا بيبيعوا بربع الثمن، وكل ده من هونج. فبيقعد ماتي يفكر إزاي هيحل الكارثة اللي وقع نفسه فيها بغبائه ده، فبيقرر يطلب مساعدة جونج وبيقول لها إنها لو ساعدته هيبقى حبيبها، وطبعا مش هتيجي على جونج يعني، وعلى طول بتوافق لأنها طبعا بتكون معجبة بيه هي كمان. فبتساعده يحل المشكلة والشرابات بترجع تعلى زي الأول، وبيبقى ماتي فرحان قوي، والأول مرة بيبقى نفسه بجد ومن قلبه يحتفل مع أبوه والباقي بنجاحهم. لكن للأسف جونج بتقطع عليه فرحتهم وبتطلب منه يجيلها عشان يتعشوا سوا، فبيضطر ماتي يروح لها وبيبقى قاعد مش طايق نفسه، وأبو بتبقى زعلانة جدا إنه مشي. تقعد تشرب وبتكلم ماتي وهي سكرانة بعدها، وبتقول له إنها تعبت من المشاكل اللي هي فيها بسبب حبها ليه. وساعتها ماتي بيستغل مكالمتها دي وبيمثل قصاد جونج إن في موظفة عنده تعبت جدا ومحتاجة مساعدته فلازم يمشي دلوقتي. ولما بيرجع ماتي لأبو بيلاقيها مش في وعيها، بياخدها لأوضتها يمكن تنام. وتاني يوم بتصحى وبتلاقي تشوي وبيقول لها إن وشها مرسوم عليه وإن شكله كده ماتي حب يهزر معاها هزار سخيف شوية، لكن أبو بتقول له إنه كفاية أصلا إنه عذب نفسه ورسم بإيده على وشها. وبتروح بعدها خليفة أوهاني في الملاعب تلف في شوارع كوريا كلها عشان بس خاطر الشغل وشركة الأستاذ لحد ما رجليها بتورم، فبترجع بالليل تحطها في شوية مية. في نفس الوقت بقى اللي ماتي بيكون قاعد في بيته وبيهتم بنفسه عشان جماله ما يبهتش، وبعدها يكونوا خلصوا تجهيزات الشركة اللي ماتي بيقرر يسميها باسم أبو، كتر خيره يعني. ويورا بتروح تزوره في الشركة عشان تطمن على الأوضاع، وساعتها ماتي بيشتكي لها إن جونج مش رحماه مكالمات وهو الصراحة عاوز يخلص منها. فيورا بتقوله إن جونج بتخاف من الإشاعات جدا، فبيقعد ماتي يفكر ممكن يعمل إيه. وفي الوقت ده بيعرف إن تشوي بيتعشى مع أبو وعيلتها، فبيبقى متضايق جدا خصوصا لما بيروح يشوفهم من بعيد وهم مبسوطين وبيضحكوا، فبيغل كده وبيغير وبيكلم لهم الشرطة عشان عاملين إزعاج. وبيروح بعدها وبيكلم جونج عشان يقابلها، وبيتعمد يمسك إيديها قدام مجموعة ناس كده من معرفها عشان يعني تكتر عليهم الإشاعات، وده بيخلي جونج تخسر شغل مهم. فبتتصل بماتي وبتطلب منه يعوضها وبتقول له إنها محتاجاه في خدمة وعايزاه يتعرف على ممثلة مشهورة جدا اسمها مي عشان تقع في فضيحة الكل يتكلم عنها. وبيبقى باين كده إن في خلاف قديم ما بينهم، فبتكون جونج عاوزة تضرب عصفورين بحجر، منه تورط مي وفي نفس الوقت تبين إنها مش في علاقة مع ماتي عشان تخلص من الكلام اللي طلع عليها فجأة ده. فبتقوم متصلة بمي فعلا وبتقول لها إن هي هتعمل فيها خدمة وهتبعت لها شاب يمثل إنه حبيبها عشان الكلام اللي بيتقال على ميولها ده. وفي الأول مي بتبقى معترضة لأنها ما بتحبش تكذب، بس بعدين بتوافق طبعا وبتقابل ماتي وبتخرج معاه كمان عشان الصحافة تصورهم، وقال يعني كشفوا إن مي مرتبطة، وده بيخلي ماتي بعدها مش عارف يعيش بسبب ملاحقة الصحافة ليه. وأبو لما بتشوف الأخبار يا عيني بتدخل في حالة صدمة وبتبقى محبطة جدا، بس شاجي بيشجعها ما تستسلمش وتسيب حبها وبيقول لها إنه عشان ماتي ياخد باله منها لازم تغير شخصيتها وتبقى قوية كده وواثقة في نفسها. فأبو
بتسمع كلامه وبتحاول تطبق اللي قاله لها. وبتيجي في مرة وهي بتودي مايا لماتي، بتقوم بصله من فوق لتحت بكل ثقة على اساس انها شخصية بقى وبتاع، بس هي اساسا بتكون خدت بالغلط بدل المية، فبترجع بكسفتها تحط دماغها في المكتب. وماتي بيروح بعدها لجونج عشان يطلب منها ما تورطش مي في حاجة ولا تسبب لها اي اذى، لمجرد انها تعيسة في حياتها فعايزة الكل يكون يبقى زيها، لان ماتي بيكون حس بشوية اهتمام ناحية مي، وده بيستفز جونج جدا وبيخليها تقرر تنشر في الصحافة خبر عن ميول مي، وهي بتستلم جايزة احسن ممثلة، وكمان بتسبب مشكلة في الشغل لماتي وبتوقف له انتاج المصانع. فماتي بيفهم انها بتعمل كده عشان تعاقبهم، وبيتصل بمي عشان يحذرها من اللي ممكن تعمله جونج معاها، وبيقول لها انه الحل الوحيد انه يراضي جونج ويبقى حبيبها زي ما وعدها في الاول، لكن مي بتطلب منه يستنى وما يستعجلش. وفي الوقت ده بتكون ابو قررت تعترف لماتي بمشاعرها وبتكلمه عشان يفتح محطة راديو في ساعة معينة من غير ما تقول له السبب، لكن في الوقت ده ماتي بيكون قلقان من اللي ممكن يحصل لمي، لكن مي بتستغل المؤتمر الصحفي اللي بعد استلام جايزتها، وكمان عندها طفل عمره 10 سنين وبتعترف لماتي بحبها. فماتي بيفهم ان الكلام اللي طلعوه عن ميولها كان كذب من الاول، وكانت بس مي عايزة تحمي بس ابنها مش اكتر. وفي نفس الوقت بتكون ابو خلاص هتقول لماتي انها بتحبه في الراديو، بس تشوي بيمنعها وبياخد منها التليفون عشان شكلها يعني ما يبقاش وحش، وهي بتعترف بمشاعرها لماتي، وده بعد ما مي اعترفت له قبلها واكدت الاخبار اللي نشرتها الصحافة عنهم. ولما ابو بتفهم ده بتزعل جدا، ولما بيعرف اللي كانت هتعمله بيروح لها وبيلومها، لان ما ينفعش واحدة زيها تبقى بتحبه اصلا، وفي واحدة زي مي مهتمة بيه على اساس يعني انها من ذوقه ومستحيل يبص لها وكده. فابو بتحرجه وبتقوله طالما مهتم بيها ليه ما راحلهاش وجالها هي. وهنا بقى بتبدا الحجج العبيطه تطلع وشكله بيبقى وحش جدا، فبيقوم ماشي وابو بعدها بتروح لتشوي عشان تشكره انه منعها يعني وما خلاهاش شكلها يبقى وحش، وبيروحوا بعدها سوا عشان يسهروا بره. ولما ماتي بيعرف بيتضايق طبعا وبيغير على ابو، وبيروح في مره مخصوص يشتري لها جاكيت تقيل عشان البرد لانه عارف انها بتبرد جدا بالليل. فابو بتفرح بيه جدا. بعدها ماتي بيقابل يورا اللي بتعرفه انها اكتشفت ان هونجا عندها ابن مخبياه هي كمان ومربياه في السر وعايزه تمسك كل حاجه من بعدها، وعشان كده هم لازم يلاقوه ويخلصوا منه بسرعه عشان ما يقفش في طريقهم. وتشوي بعدها بيعزم ابو على عرض هيقدمه، بس في نفس الوقت ده ماتي بيعرض عليها يخرجوا سوا في الكريسماس عشان يقضوه سوا. فابو وقتها بترفض لانها وعدت تشوي انها هتكون في عرضه، فماتي طبعا بيتقمص وبيغير عليها جدا. وتشوي بيقول لابو وقتها انها ممكن تخرج مع ماتي لو عاوزه، وعرضه كده كده هيتذاع في التلفزيون عشان يعني ما يخليهاش تحس بالذنب. بس ابو برضه بتختار انها تحضر عرضه ده، وبتسيب ماتي اللي كان مستنيها وياكل لوحده، وبتروح تتفرج على تشوي وهو بيغني. وساعتها تشوي بيستغل الفرصه وبيغني لها وبيعترف لها بمشاعره، وبتحس بالذنب لانها مش هتقدر تحبه زي ما هو بيحبها، لكن بيقول لها انه راضي بده وكفايه عليه يفضل يشوفها جنبه. وبيروح لها بعد ما بيخلصوا سهرتهم، وساعتها بيتفاجئوا بماتي وهو مستني ابو عند البيت عشان ياخدها معاه غصب عنها، وبيبقى تشوي عاوز يمنعها طبعا، لكن ابو بتروح مع ماتي عشان يتكلموا لوحدهم، لكنهم ما بيعرفوش يتفاهموا طبعا. وابو بتسيبه وبتروح تحتفل بباقي اليوم مع عائلتها. فتاني يوم بيعزمها ماتي على الفطار وبيأكد عليها تبقى لوحدها عشان يعني يعوضها، بس الاستاذ بيسيبها فجأة وبيمشي من غير ما يدفع الحساب حتى. فابو بتتدبس هي في الحساب كله، وبعدها بترجع على شغلها وبتقول لماتي ان جات له دعوه مخصوص عشان يحضر حفله لمجموعه ام جي اللي بيملكها بارك، وبتساله لو كان هيقبلها ويحضر. فطبعا ماتي بيلاقيها فرصه كويسه عشان يقابل ابو. وفي نفس الوقت ده بتكون يورا بتحاول تعرف اي حاجه عن ابن هونج ومكانه، وبتروح تحذرها انها كشف حاجه عن ماضيها وعاوزه تديها فرصه اخيره تعتذر فيها عن اللي عملته فيها لانها كانت السبب في طلاقها وبعد بنتها عنها. بس هونج طبعا ولا بتهتم وبتسيبها وبتمشي. وبعدها فجاه بتيجي شنطه فيها مبلغ كبير على شركه ماتي، وماتي بيلاقي شخص بيكلمه وبيقول له ان الفلوس دي مبعوتاله من كانج بنت رجل اعمال مهم كان ماتي عاوز يشتغل معاه، وبيعرف انه هياخد دعم ابو لو وافق بس يقابل بنته ويرتبط بيها ويسيبني طبعا، لكنه ما بتعجبوش الحركه وبيحس ان فيها اهانه في حقه ان واحد عاوز يشتريه بفلوسه. مش عارفه ليه يعني ما كمل الاول كده، وكمان برضه ما بقاش عايز يخوني، بس بيتحط في موقف صعب جدا لما بتحصل مشكله من تاني في الشركه وبتكون بسبب هونج، وكمان بيلاقي الدعوه اللي كانت مبعوتاله اتلغت، ووقتها بيوافق يقابل كانج. وفي الاول بيتعامل معاها بطريقه وحشه جدا عشان يرد لها حركه الفلوس، بعدين بيقول لها انه عاوز مساعدتها وبياخدها معاه على حفله شركه بارك، وبيروح عشان يقدم نفسه بقى لابوه. بس فجاه بيلاقيه واقف جنبه هو كمان عشان يسلم على بارك، وبيقدم نفسه على اساس انه ابن معرفه قديمه لبارك اسمه جو. وماتي بعدها بيقابل بارك وبيقول له على اسم مامته عشان يفكروا بيها، بس بيلاقي بارك بيتجاهله وبيسيبه وبيمشي. وهونج طبعا مش بتسكت وبتروح لماتي بعدها وبتشمت فيه وكمان بتهينه لانه ابن غير شرعي. فماتي بيروح بيته وهو زعلان جدا وبيتعب قوي وقتها، فبيروح لابو عشان تهتم بيه وتفضل جنبه. وساعتها
وساعتها بتعرفه انها سمعت كلامه مع يورا وعرفت انه يبقى ابن بارك، وده طبعا فرحها وزعلها في نفس الوقت لانها فرحت انه ابن شخص مهم وقريب باباه يعرفه زي ما كان بيتمنى، وزعلت لانها اتاكدت ان مفيش فرصه قصادها انها تبقى معاه. فماتي بيقول لها كويس انك عرفتي. وتاني يوم ماتي بيلاقي كانج لسه عماله تلحقه وعاوزاه يرتبط بيها بعد ما ساعدته يدخل الحفله، لكن ماتي بيبقى مش طايقها، فبتقرر كانج تستخدم كارته وبتفكره بالشغل اللي كان ممكن يعمله معاه. فماتي بيروح يقابل ابو كانج وبيعرض عليه يرتبط بكانج زي ما هي عماله تزن عليه مقابل انه يوافق على عرضه في الشغل، لكن كانج ما بيعجبوش العرض ده فبيرفض. وكانج بعدها بتوعد ماتي ان هي هتخلي ابوها يوافق لو راح لها على الحفله اللي هتعملها عشان تاكد قدام صحابها انهم مرتبطين. فماتي بتروح على الحفله وبيروح مع ابوه، وهناك في الحفله ماتي بيتفاجئ ان كانج عاوزاه يبوس رجليها قصاد كل الموجودين عشان تاكد قصادهم انهم مرتبطين، وكمان عشان تكسر عينه بسبب رفضه ليها قبل كده. بس ابو اول ما بتشوف المنظر ده بتقوم رايحه ضربه كانج على وشها، وبسبب ده طبعا بيتقبض عليها، وتشوي بيروح وراها على طول عشان يطمنها انه معاها وهيبقى جنبها، وبيروح عشان يجيب لها هدوم عشان ما تبردش. وساعتها ماتي بيروح لها وبيوعدها انه هيعمل كل حاجه عشان يخرجها من هنا، وبيروح بعدها لكانج وبيطلب منها تطلع ابوه وهو هيكمل تمثيليه انه حبيبها. بس كانج بتتخانق معاه وقتها، فماتي بيسيبها وبيرجع لابوه اللي بتكون خرجت بفضل تشوي اللي عمل اتصالاته وعرف يطلعها. فماتي بيمشي قبل ما يشوفوه. وتاني يوم ماتي بيتكلم مع ابوه وبيعرفها ان يورا عارفه الوصيه اللي مامته سابتها له قبل ما تموت، بس مش عايزه تقول له عليها لحد ما ينفذ كل تعليماتها عشان خطتها. فابو بتروح ليورا دي وبتترجاها تدي الوصيه لماتي، وتشوي لما بيشوفها راكعه قصاد يورا بيتضايق جدا وبيروح ياخدها من قصادها وبيروح ليورا بنفسه وبيفاجئها انه يبقى ابن بارك هو كمان، وممكن تستغله في خطتها بدلا من ماتي وتدي له وصيه مامته، وبيعرفها انه بيعمل كل ده عشان خاطر ابو لانه مش عاوز يشوفها زعلانه ولا في موقف صعب. فيورا طبعا بتوافق وبتروح تدي الوصيه لماتي وبتعرفه هو وابو عملوا ايه. فابو بتتاثر جدا باللي تشوي عمله عشانها، فبتسيب ماتي وبتروح لتشوي عشان تعتذر له انها اتجاهلت مشاعره رغم كل اللي عمله عشانها. فتشوي بيحضنها وبيشوفهم من بعيد، وبيرجع بعدها ليورا وبيمسح بنفسه وصيه مامته من على تليفونها، وبيقول ليورا انه هيعرفها بنفسه من غير مساعده اي حد. ويورا وتشوي بعدها بينفذوا اتفاقهم، وتشوي بيساعد يورا تبوظ خطه هونج بانها تخلي مجلس اداره الشركه يعزل مون من منصبه كمدير بعد ما تورط ظلم في القضيه. وتشوي بيصوت لصالح مون لانه بيطلع له نصيب في اسهم الشركه اصلا، وده بيخلي هونج تتجنن طبعا وبتبقى عاوزه تعرف مين هو تشوي وليه عنده اسهم. فبعدها ماتي بيتفاجئ بطلب ابو كانج بمقابلته عشان يعرض عليه اتفاق، وبيقول له انه هيوافق على عرض الشغل اللي قدمه له قبل كده في مقابل انه يعمل له 3 حاجات بس. اول حاجه يقنع كانج تسافر تكمل دراسه بره وما يرجعش ابدا يشوفها تاني، والحاجه الاخيره يخلي مفتشه قضائيه اسمها لو تقع في حبه لانها هتسبب له مشاكل لشركته وهو مش عاوز ده. فماتي بيوافق طبعا وبيبدا يجمع معلومات عن لو عشان يعرفها ويفهم شخصيتها ويشوف ازاي هيخليها تحبه، بس بيلاقيها شخصيه مختلفه وقويه عن كل اللي قابلهم، وكمان شاطره جدا في شغلها وكمان في حاجات تانية كتير. ولما بيحاول يتعرف عليها بيلاقيها شخصيه مش سهله وكمان بتفهم نيته على طول، وبتعرف انه جاي لها بسبب ابو كانج. فبتساله عن المقابل اللي هياخده منه، بس ماتي بيقول لها مستحيل ياخده من غير ما يوقعها في حبه، وهو واثق انه هيعمل كده لانه هيساعدها تعمل شغلها ومش هيقف في طريقها. في نفس الوقت بتكون هونج قررت تسال بارك عن هويته الحقيقيه، فبارك بيصارحها ان تشوي يبقى ابنه اللي خباه عنها وهو بنفسه اللي اداله اسهم في شركته. فبتبقى هونج مستغربه لو تشوي طلع ابن بارك، امال ماتي يبقى ايه دوره؟ وهنا بقى بنرجع للشركه وبتكون يورا قررت تزور ماتي، بس قبل ما تدخله بتشوف على مكتب ابو ساعه شافتها قبل كده عند هونج، ولما بتسال بو عليها بو بتقول لها ان الساعه دي اساسا بتاعه ماتي وكان اخدها من مامته وبعدين هو اداها لها كهديه. فيورا بتتصدم لما بتربط كله ببعضه وبتتوتر جدا فبتمشي بسرعه، وبو وقتها بتاخد بالها من تصرفها ده فبتعرف ماتي بيه واللي بيستغرب جدا من الحوار. وبعدها بيتفاجئ ان ابو كانج اتقبض عليه عشان يحققوا معاه في حاجات خاصه بشغله، وساعتها ماتي بيحاول يساعده وبيقدر يقنع كانج زي ما اتفق مع باباها انها تسافر تكمل تعليمها بره. فابو كانج بيثق اكتر في ماتي وقتها وبيطلب منه يبقى المسؤول عن شركته لحد ما يرجع. بعدها هونج بتقابل ماتي وبتعرفه ان تشوي الابن الغير شرعي البارك، وده معناه ان في وريث تاني بينافسه في الاملاك واداره الشركه طبعا، وعشان كده بتعرض عليه يتخلى عن يورا ويبقى معاها هي عشان يشوفوا طريقه يخلصوا بيها منه، وفي المقابل ماتي هيضمن شويه حصص في الشركه وكمان هيثبت انه يبقى ابن بارك عن طريق DNA. فماتي بيقعد يفكر شويه في الموضوع ده بس بيبقى مشغول اكتر بقضيه ابو كانج، واللي بيعرف ان لو كانت المفروض هتبقى مسؤوله عنها بس فجاه اعتذرت لسبب صحي لكنه ما بيقتنعش، فبيروح يسالها ليه سابت شغلها في القضيه. فبتعرفه انه وصل لها تهديد من شخص ان في غلطه
غلطة زمان عملتها هتتكشف، وبنعرف انها زمان ساعدت طفل يخرج من قضية كان متورط فيها، وبعد ما اتخلصت من أداة الجريمة اللي كانت معاها لأنها شافت انه صغير واضطر يعمل ده عشان أهله. فماتي بيقول لها انها ما غلطتش أبدا، فمش لازم تبقى مكسوفة من حاجة زي دي. فلو بتروح بعدها وبتتكلم مع يورا وبتقول لها ان ماتي مش ابن بارك عشان تبطل تستغله، وبتسيب فيه وبتقول لها انها ممكن تتأكد لو عملت تحليل بعينة من ماتي ومون. وفي نفس الوقت ده ماتي بيقابل هونج وبيرفض عرضها، وبعدها يورا بتقرر تروح وتقول لهونج على حقيقة ماتي وانه طلع ابنها هي مش ابن بارك. فهونج بتتصدم وبتروح لبارك عشان تتأكد منه، واللي بيطلع كان عارف كل حاجة من الأول، وبيأكد لها ان ماتي يبقى ابنها. وساعتها هونج بتتفتح في العياط وبتفتكر لما اتخلت عن ماتي وهو طفل صغير، وكمان معاملتها الوحشة ليه طول الفترة اللي فاتت. وتاني يوم على طول بتطلب انها تقابله وبتقول له انها تبقى مامته الحقيقية، وكمان بتوري له الساعة. فماتي بيتصدم لما بيعرف الحقيقة، وهونج بتقول له وقتها انها مش ندمانة انها اتخلت عنه لانها ما عملتش كده غصب عنها، وعشان كده هي مش عاوزة اي علاقة تربطهم ببعض. فبتعرض عليه خيارين، اما يسافر بره وينساها تماما وهي هتتكفل بتكلفة كل حاجة، او يفضل في مكانه بس ولا كأنهم يعرفوا بعض طبعا. فبيسيبها ماتي من غير اي رد، وبيخرج من عندها زعلان قوي ومصدوم من حقيقة اللي عرفه ده، وبيختفي شوية من غير ما حد يعرف مكانه فين. فابو بتقلق عليه جدا وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه وبتروح تتكلم معاه. فماتي بيحكي لها على كل اللي حصل، فابو بتحاول تواسيه وبتفضل جنبه طول اليوم عشان يعني ما يبقاش لوحده، وكمان بتسيب له فيديو مصوره بنفسها على تليفونه عشان يضحكه. فنفسية ماتي بتتحسن شوية، وبياخد قرار بانه يختار الخيار التاني اللي سابته له هونج، وبيرجع لها الساعة بتاعتها عشان يقطع تماما اي رابط بيربطه بيها. وبيخرج بعدها مع ابو عشان يتزحلقوا على الجليد عشان ابو بتكون عاوزة تخرجه من المود. وساعتها ماتي بيحس على دمه لأول مرة، وبيشوف ازاي كانت واقفة جنبه طول الفترة اللي فاتت دي، وازاي كانت الوحيدة اللي بتقدر تضحكه وما سابتهوش لوحده ابدا. فبيروح يحضنها وبيقول لها انه من هنا ورايح هو اللي هيعمل اي حاجة عشانها مش العكس خالص. لا وكمان ماتي بيقرر بعدها يشتري خاتم خطوبة عشان يعرض عليها الجواز. وساعتها بيفهم ايه هي الوصية اللي كانت مامته بالتبني عايزة تقولها له، وبتطلع الوصية هي نفسها ابو، وانه يبقى معاها يعني. بعدها بيرجع ماتي على الشركة وبيلاقي يورا سايباله رسالة بتعتذر له فيها عن استغلاله، وبتعرفه انها ما كانتش طمعانة في اي حاجة، وكان كل اللي هي عايزاه ترجع كرامتها وكمان تحمي بنتها وجوزها اللي اضطرت تنفصل عنه. وبعدها نجحت تعمل كل ده، فقررت تسافر بره فترة ترتاح شوية، وبتودعه في الرسالة وبتروح على المطار وبتسافر بعد ما بتودع سولمون، وبتوعده ان هي هترجع تاني قريب. فبيفرح ماتي عشانها قوي وانها اخيرا بقت مرتاحة كده، وبيقرر يسرع هو كمان ويعرض الجواز على ابو. فبيتصل بيها فعلا وبيطلب منها تروح له على الملاهي عشان يتقدم لها هناك. فبتبقى فرحانة قوي وبتجهز نفسها، بس لما بتوصل فجأة بيجي لها مجموعة اشخاص وبيخطفوها، وبيلحق ينقذها وبيوديها على المستشفى. وماتي بيفضل مستنيها تصحى عشان يعرف ايه اللي حصل، بس بعدها بيفهم ان هونج هي اللي ورا كل ده لان في حاجة ليها علاقة بالشغل، وهي حذرته ما يقربش من اي حاجة تخصها. فماتي بيزعل قوي وبيبقى خايف جدا على ابوه لانهم كده عرفوا نقطة ضعفه، فبيقرر يبعد عنها من غير ما يفهمها السبب. وبيقول لها انه في يوم من الايام اكيد مامته هتعترف بيه وهيبقى شخص تاني، وساعتها هيبقى عايز حد من مستواه، وعشان كده هي لازم تسيبه قبل ما يسيبها. فابو بتزعل منه جدا وبتسيبه فعلا وبتمشي، وبيقعدوا هما الاتنين بعدها مكتئبين ومحبطين، وبتجيلهم مشكلة اكبر والشرطة بتروح تحقق مع ماتي في حاجات بخصوص الشركة بسبب هونج. فاول ما ابو بتعرف ان ماتي في وضع صعب بتروح له على طول عشان تقف جنبه غصب عنه، وتشوي بيساعدها كمان، وبيقعد يفكر معاها ازاي يخلصوا من المصيبة اللي هونج ورطت الشركة فيها. وتشوي وقتها بيطلب مساعدة مون واللي بيقدر يوصل لأدلة تخرج الشركة من مشكلتها، وكمان لو بتساعد ماتي وجو، وبيقدروا وقتها يخلصوا من التحقيقات كلها. وساعتها ماتي بيقرر يصفي كل حساباته، فبيروح وبيعتذر لها انه اتولد وكان عقبة في حياتها، ومع شوية عياط كده وشحتفة بيخلي قلب هونج يحن شوية، وبيعملوا معاهدة سلام سوا. وبيعدي سنة من بعد اليوم ده، وبنعرف ان هونج قررت تسيب الشغل وتهتم بس بصحة بارك عشان يقضوا الباقي من عمرهم سوا. ويورا بتفتح شركة في امريكا وبيسافروا لها عشان يبقوا معاها، وماتي بيكون عمل شراكة وساب له هو وابوه الشغل كله عشان يديروا الشركة لانه بيكون عاوز يبدأ من الصفر من اول وجديد من غير مساعدة اي ست. وبيقرر اخيرا من تاني يعرض الجواز على ابوه، ومن رومانسيته بيحط لها خاتم الجواز في الاكل اللي ابوه بتاكله. فابو بتقوم بلع الاكل كله لان من تفاصيلها دي بلعت الخاتم هو كمان. فابو بقى بتبقى فاهمة اصلا كل حاجة وبتكون عاملة فيه مقلب، وبتطلع له الخاتم عشان يلبسه لها. وبس كده بيخلص مسلسلنا النهاردة.